انا علي، طالب في اخر سنه في كليه هندسه قسم ميكاترونكس، ودي اول حلقه من السلسله اللي هنشرح فيها كل اجزاء الفيزياء بتاعه ثالثه ثانوي بس بشكل عملي. وطبعا انا مش جاي اقول لك النهارده ان الكهرباء هي عباره عن حركه شحنات داخل موصل، ولا جاي اقول لك ان الكهرباء بتتقاس بحاجتين: تيار كهربائي فرق جهد، لان انت اكيد عرفت الكلام ده من المنهج. النهارده احنا جايين نطبق عملي على الحاجات اللي احنا خدناها طول السنه، وكفايه كلام لحد كده. يلا نبدا. ما تنساش لو عايز تطبق معايا في السلسله اللي احنا هنعملها، فالخمس حاجات اللي قدامي دول هم اساسيين تقريبا في كل التجارب اللي احنا هنعملها. اول حاجه معانا هي البريد بورد او التيست بورد. هي بتكون عباره عن مشترك بيوصل لي السلوك اللي انا عايز اوصلها ببعضها. فلو جيت بصيت هنا هلاقي عندي اول جزء متوصل بالعرض، ده معناه ان اول نقطه هنا متوصله باخر نقطه في نفس الصف. تاني جزء عندي متوصل بالطول، ده معناه ان العمود الموجب ده كله متوصل ببعضه، والعمود السالب ده كله متوصل ببعضه. تاني حاجه معايا وهي الليد هنا بيكون ليها موجب وسالب. الموجب بتكون الرجل الطويله والسالب الرجل القصيره. وبرضه لو بصيت من جوه الليد هلاقي ان الموجب هو الرجل الرفيعه والسالب هو الرجل التخينه. تالت حاجة معانا ومن الحاجات اللي كانت مطلعة عينك أول ما بدأت منهج الفيزياء، مش عارف لسه مطلعة عينك ولا لأ، بس هي المقاومة. طبعا عارفين إن المقاومة ملهاش موجب وسالب. رابع حاجة معانا وهو السويتش أو البوش بوتون، وده عبارة عن زرار بقدر أضغط عليه بيوصل لي بين السلكين دول. هنحتاج كمان جامبرز زي دي، ودي بيكون نوعها ميل ميل. آخر حاجة معانا هي بطارية 9 فولت، وطبعا مش محتاج أشرح لك إيه البطارية دي. هي عبارة عن بطارية ليها موجب وسالب، وده كليبس بيتركب فيها وتقدر تفكه عادي بالمنظر ده. ما تنساش تقول لنا في الكومنتات لما تجيب الأدوات عشان هنبدأ تطبيق من أول الفيديو اللي جاي.